يا ماما بصي يا ماما، انا دلوقتي مش هتجوز غير بطقم جرانيت، سيراميك، استانلس، تيفال، ألمونيوم. لازم الطقمه دي بتيجي في شوار العروسه يا ماما. 2 بس؟ يعني ايه 2 بس يا ماما؟ 2 ماما انت حافظه كلمه 2 يا ماما بس يعني ولا ايه؟ بصي يا ماما، احنا دلوقتي يا هلا يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكون اموركم كلها بخير. بصوا احنا طالعين نتكلم عن موضوع تقريبا في كل بيت، والله وعندي موضوع هو شوار العروسه. العروسه دي لازما تقاع كتير. طيب ليه نقاع كتير؟ ليه نروح نجيب 60 فوطه؟ ليه نجيب 30 ملايه، 50 ملايه؟ ليه كل ده؟ ليه الكم الكبير ده؟ الحياه بسيطه، الحياه بسيطه. احنا مش بنشور لولادنا اللي هم لسه ما جوش، لو احنا لسه ما اتجوزناش. الحاجات دي مش بتفرح يعني. خدي شوارك، انا ما بقولكيش ما تجيبيش، بس حسوا باهاليكم. يعني حسوا باهاليكم. يعني انا عادي، انا ممكن اتجوز مثلا، هات يا ست 15 فوطه، مش هقولك كده، بس مش كل ده طقم الجرانيت وطقم الاستانلس وطقم السيراميك وطقم التيفال وطقم. ليه هم طقمين كويسين. احنا مش الناس داخله، احنا مش هنعمل الاكل للعالم كله، لا. انت الحاجات اللي انت بتستخدميها هاتيها. مش هو اي حاجه مثلا، اي حاجه زي الرفايع. في رفايع احنا ذات نفسنا ما بنستخدمهاش في البيت، بروح اجيبها عشان انا عروسه في الاخر ارميها. طب والفلوس دي؟ بجد يا جماعه، في اهالي بتتداين عشان تجوز بنتها او تجوز ابنها، تمام؟ وفي الاخر ما بيبقوش عارفين يسددوا الفلوس دي منين. هيجيبوا الفلوس دي ازاي؟ او هيسددوا القروض اللي هو بيعملوها، او هيسددوا الناس اللي خدت منهم الفلوس دي ازاي؟ فاحنا لازم نعقلها، الحاجة مش بالكم اخر. وخلينا مقتنعين ان الشباب اليومين دول ما بيحبوش الكركبة، فيا اما في الاخر هترمي الحاجات اللي انت جبتيها والرفايع اللي انت مش محتاجاها، يا اما هتديها لحد يستنفع بيها، عشان حرام اهالينا دفعوا دم قلبهم في الحاجة دي. فالحاجة مش بالكم، الحاجة مش مثلا ب60 فوطة 70 فوطة، كل ده هيفرحك. مش عارفة انا مركزة على الفوط ليه، بس عشان انا بسمعها كتير قوي. فهاتي الحاجات اللي هتنفعك، هاتي الحاجات اللي بجد هتكون هي استعمالك. ما نحاولش نضغط على اهالينا، ما نخليهمش يصرفوا اخر